تقريبًا الواحد نسي الحوار ده كان بيتعمل إزاي. إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. طبعًا كلنا عارفين الترند العالمي اللي واكل الجو حاليًا حوالين العالم كله، وهو ترند كأس العالم الجميل. القصة كلها دلوقتي بقت بالنسبة لنا حاجة يعني تسويقية وليس أكتر ولا أقل. المهم إن في ناس كتير جدًا دلوقتي بقت بتستخدم الموضوع على أساس هدف معين أو شيء معين هم عايزين يعملوه. الموضوع منقسم لانقسامات كتير جدًا، كل فئة معينة من الناس حوالين العالم واخدين الموضوع كسبوبة أو كوسيلة لعرض الأفكار، لعرض التجارة، لعرض الإعلانات، لعرض الحاجة اللي هم عايزين يعرضوها. خد لك جانب ترند كده من جانب الديانات والأديان والمسلمين والمسيحيين، ومورجان فريمان هيأسلم ومش عارف إيه، وشاهد 570,000 شخص أسلموا في قطر، والقصة اللي إحنا عارفينها، والجانب الجميل أوي. عندك جانب تاني اتخذته ألمانيا وأعوانها، ربنا ينسف بيهم الأرض. طبعًا أنتم عارفين نوع القصة أو نوع الحوار اللي حصل، والقصة كلها مش عايزين نتكلم عن الموضوع يعني ونقول هو كان موضوع إيه. ففي ناس خدت الموضوع من المنطلق ده، ونعرض أفكارنا الغريبة والغير منطقية على سطح الكوكب يعني، ونتكلم عن الحتة الحلوة دي. ناس تانية سابتك من ده كله وقالك يا عم قطر إيه اللي تستضيف كأس العالم؟ من قطر دي ده كانوا بيرعوا غنم ومش عارف إيه، مع احترامنا طبعًا لقطر. وبرضه في ناس خدت الموضوع لجانب تاني. نيجي بقى لقصة تانية، ده قطر ما عملتش حاجة، ده مش عارف افتتاح عادي، ومصر تقلب الدنيا، ومصر تعمل الدنيا، والسبع حضارات والثمان حضارات والخمس طوبات والهرم وخوفو وخفرع إلى ما لا نهاية. وهاتك من ده حاجات كتير جدًا مختلفة حوالين المونديال وحوالين البطولة، وأفكار مختلفة واتجاهات مختلفة وعروض مغرية ومش عارف إيه، قصص كبيرة أوي. الهدف الأساسي فين؟ الله أعلم. يعني يا جماعة إحنا محتاجين نتفرج على كورة، محتاجين نشوف ماتشات حلوة، محتاجين نشوف تنافس، محتاجين نشوف مهارات، محتاجين نشوف أهداف حلوة، لمسات جميلة، تمريرات روعة، وما أجمل وما أروع، وطاولة وعالية ومرتدة وجون وعالمي وشنو هذا. فين الكلام ده؟ الله أعلم. ده مات من سنين ولا حدش عارف هو راح فين ولا مين اللي دفنه. خلونا نتكلم بقى ونقول إن أنت في الأول والآخر أنت الشخص الضحية اللي موجودة جوه الموضوع. أنت الشخص اللي عمال يتلعب بدماغه، عمال يتلعب بأفكاره، عمال يتلعب بمشاعره، عمال يتلعب بكل حاجة جوه دماغك، بالمشاهدة، بالأفكار، بالمعتقدات، بالاتجاهات، بالسياسات. حاجات غريبة عمالة تحصل وأنت مش واخد بالك أصلا إن الهدف الأساسي ما بقاش موجود. الناس دلوقتي أو السنة دي يعني اللي أنا شايفه إن ما حدش أصلا مهتم بفكرة اللعبة الحلوة أو فكرة الماتش الحلو أو فكرة اللمسة الحلوة. الموضوع بقى متاخد ترندات على هوا كل فئة من فئات المجتمع أو فئات الناس عموما حوالين العالم. زي ما اتكلمنا وقلنا إن في ناس خدوا الموضوع من ناحية فئة الدين، ناحية فئة التنوع القذر اللي هم عايزين يتكلموا عنه، وناحية ناس خدته من ناحية الفرق ما بين الدول ومش عارف المسلمين والعرب والغرب وأوروبا. فالفكرة كلها أنت بعدت قوي عن الهدف الأساسي، أنت بعدت قوي عن أنت جايب ناس أو بتأهل منتخبات إن هي تمتع شعوب العالم ويتفرجوا على كرة حلوة ويتفرجوا على لمسات ومهارات حلوة. فين الكلام ده؟ احنا مش شايفينه. فيعني ختاما كده للكلام، أظن الأفكار كلها وضحت من الفيديو ده، والفكرة الأساسية اللي احنا عايزين نتكلم عنها كانت واضحة قبل ما نتكلم أو ندخل في جدالات يعني. وهي افصل دماغك وبلاش تدخل في النقاشات وفي المواجهات الصعبة اللي بتحصل حاليا حوالين ترند كأس العالم والأفكار المختلفة اللي عمالة تحصل جوه المونديال يعني أو جوه البطولة. اتفرج على ماتشين 3 حلوين، ما تتفرجش خالص على ماتشات 3 حلوين. اتفرج على الأهداف اللي بتكون في نهاية المباراة، استمتع، ما تحطش دماغك وأفكارك وتسيب نفسك تدخل في نقاشات طويلة عريضة وتلاقي نفسك في الآخر أنت اتسحلت بالساعات بل بالايام بل بطول وقت البطوله كلها على بعضها، وفي الاخر انت اصلا منتخب بلدك ما بيلعبش. فانا مش بقول لك ما تتفرجش وانت منتخبك قليل، لا طبعا مش دي الفكره خالص. الفكره ان انت ركز على الهدف الاساسي، ركز على لحظه مشاهده المتعه الحلوه اللي موجوده في الماتشات او موجوده في الاهداف او موجوده في المهارات اللي بتحصل في الماتشات من اللعيبه يعني. وبلاش تركز على الاهداف الجانبيه اللي بقت واخده اكتر من الاهداف الاساسيه وهي الكره الحلوه. صباحكم زي الفل، واتمنى نرجع نقعد القعده دي تاني ونتكلم الكلام ده كتير. اعتقد ان الموضوع مش بايدي والله، يعني في ضغوطات كتير من اكتر من جانب، ولذلك لن يتبقى الوقت يعني لمزيد من الفيديوهات، ولكن يعني كل فتره كده ان شاء الله نحاول نستمر الى ان يتواجد الوقت الكافي لتقديم الفيديوهات باستمرار. بس كده، السلام عليكم. سلام.